أنا أقول أعظم مدرسة، أعظم مدرسة، أعظم علاج روحي، أعظم علاج نفسي للإنسان في هالزمن الاعتكاف. سبحان الله. وهو قادم وعبادة عظيمة، وأرجو أن تريد إرادة. والله العظيم أول ما ينوي الإنسان ويدلف من باب المسجد بقدمه اليمين، سبحان الله، كل هالتفكير، كل هالوشوشة وكل هالشبهات تذهب ويدخل جنة الدنيا. يكفي أنه يخلو بحبيبه، وحبيبه هو الله سبحانه وتعالى. يكفي أنه يعتكف لأنه يجد لذة. الناس يظن يقول وش يسوي 10 أيام بالمسجد الحال الرجال. والله لو علموا حال المعتكفين وروحانية المعتكفين، والله العظيم أن الدقائق ثمينة. والله أنه إذا خرج العشر الأواخر من رمضان أنهم يبكون بكاء على فراقهم تلك اللحظات للمسجد والاعتكاف في المسجد، لما يجدون من حلاوة ولذة وروحانية وراحة. يندمون أنهم يخرجون من تلك اللحظات الجميلة ويعيشون في جنة الدنيا، وجنة الدنيا أن يخلو الإنسان بربه جل وعلا. ما أحوجنا والله في زمن كثرت فيه الخلطة والاختلاط واللهثان والركض في الحياة إلى أن يتجلى الإنسان قليلا في نفسه. الخلوة من أعظم العبادات النوعية. كان صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء ويتعبد الليالي ذوات العدد، وكان يعتكف العشر الأواخر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تصور هالعبادة الجميلة فيها من الروحانية والشفافية وعلاج والله العظيم لكثير من الأمراض. يعني قسوة القلب، علاج للإدمان من كان عنده إدمان أيا كان نوع من الإدمان هذا، علاج لقضية الوسوسة والوسواس القهري وغيرها. والله إني وجدت في الغرب أنهم يعالجون كثير من الأمراض الخطيرة هذه المزمنة بالخلوة. يضعون لهم مكان مهيأ فيه شجر وزهر ونهر وكذا، ثم يعطونهم برنامج معين يخلونهم يخلون في أنفسهم في لحظات صفاء وذهن بعد الفجر وقبل لحظات الغروب وغيرها حتى يسترد عافيته. أنا أقول من أراد أن يسترد عافيته لا يفوت أعظم الأيام القادمة العشر الأواخر، وليضع خطة للاعتكاف في رمضان يخلو فيها بربه، والله سيجد أنه يعيش في جنة الدنيا. نسأل الله الكريم من فضله.